صباحك روقان. مليان سعادة وضحك وكل حاجة جميلة في الحياة. النهاردة بقى تنمية بشرية مهمة جدا وسيكولوجي مهم جدا عن السعادة. كل الفيديوهات اللي فاتت دي حاجة، والفيديو ده حاجة مهم جدا جدا جدا. صدقني عشان سعادتك شوفه للآخر وطبق اللي فيه، لأن ده هيسبب لك سعادة. بص، هتخلي هرمونات السعادة في جسمك كده إيه، والانطلاقة كبيرة جدا جدا في حياتك. بس تعال اقول لك هنا قبل ما ابدا الحلقة، فين اللايك، فين الشير، فين الاشتراك؟ دلعني كده زي ما انا بفرحكم، فرحوني يا جدعان. ما ينفعش كده يا جدعان. تمام. بصوا بقى يا جماعة، هتكلم النهاردة عن أهمية الحركة. الإنسان ربنا خلقه عشان يتحرك. أنت مش موجود إن أنت تبقى ما تتحركش كده. إيه اللي بيحصل في جسمنا لما نتحرك؟ بنكون سعداء ببساطة شديدة. إزاي؟ وقت ما أنت بتتحرك، أنت في هرمونات بتفرز في جسمك، أو بتلعب رياضة عامة أو بتتحرك عامة، في هرمونات بتتفرز في جسمك اسمه هرمون الأندورفين. ده هرمون مهم جدا وقوي جدا من هرمونات السعادة. السعادة بس لأ، ده هرمونات تخفيف الألم. يعني لو حد عنده مشكلة أو عنده ألم نفسي أو أي حاجة، هتلاقيه دايما إيه، أنصحه اللي هو يتحرك أو يخرج للحياة. بصوا، انت لما تيجي تشوف كده الطبيعة والحياة اللي حوالينا، هتعرف ان في دايما اشارات لان الحركة دي حاجة كويسة. مثلا لما انت تشوف يقولك ان المية الراكدة اللي ما بتتحركش بتبوظ او بيبقى فيها جراثيم، صح؟ طب والمية المتحركة لا، ده تبقى دي صحية، صح؟ طب ما انت المفروض ان انت جسمك كله تلات ارباعه مية. فانت لما انت بتتحرك بيبقى جسمك عامل زي الميه المتحركه كده، فيبقى فيه عندك طاقه، بتفرز هرمونات جميله. بيبقى انت مودك حلو، بيبقى منطلق. وهقول لكم على سر مهم جدا عرفته من صديق ليا، هو مدرب كرة قدم وكده. السر ده عرفت منه ليه في ناس بتروح الجيم وبتبقى سعيدة وقتيا، بس بترجع للحزن والاكتئاب بعدها بشوية. بصوا بقى، هو قال لي معلومة قوية جدا، وانا من خلال دراستي للسيكولوجي او علم النفس طبقتها فعلا وفرقت في حياتي. هو قال لي دايما اتحرك. قلت له ازاي؟ قال لي الناس اللي بتروح الجيم او كده بتتحرك وبعدين بتبقى طول اليوم ثابته، او ان هي قاعده على الموبايل او كده. فده بيقلل التاثير، الحركه بتاعها بتاخدش بقى التاثير الكامل. لا، انت كل شويه تتحرك، انت تقعد شويه مثلا مثلا على الانترنت شويه، قوم اتحرك، قوم اغسل وشك. ولسه بقى هتكلم عن الميه بقى وطاقه الميه وبتعمل ايه في حياتنا، بتسبب لنا السعادة ازاي. ده لسه في فيديوهات جميلة قوية جدا. بس تعال ما اقول لك، انت مش قلت لي انت هتعمل لايك؟ مش قلت لي انت هتعمل شير؟ مش قلت لي انت هتعمل تعليق؟ طب انا عايز بقى، يلا فين بقى، عايزين نكتر كمان، نبقى 100 مشترك كده. يلا فرحوني يا جماعة. فالحركة مهمة جدا يا جماعة. الناس اللي بيكون عندها اكتئاب وبتروح العيادات النفسية، أهم حاجة الدكتور بيقول لها، النفسي بيقول لها المشي. المشي كمان تحت الشمس، لأن الشمس فيها فيتامين د كمان. فالمشي من أهم الحاجات المهمة جدا. فأنت لما أنت بتتحرك، أنت بتمشي، الدورة الدموية بتمشي في جسمك، هرمونات السعادة بتنطلق في جسمك. وبتحس إن أنت منطلق كده. وانت كمان ممكن وانت قاعد تتحرك يا عم اضحك. طب ما الضحكة دي على فكرة انت بتحرك جسمك كله، زي ما قلت قبل كده اهمية الضحك، بتفرز هرمونات سعادة وانت قاعد. اللي بيشوفك كمان بيبقى سعيد. فانت اضحك، ابتسم، اتحرك، انطلق، سافر، شوف جمال الحياة. وافتكر دايما المياه الراكدة بتعفن او بتبوظ، والمياه المتحركة لا. يا اخي ده انت حتى ربنا مديلك اشارات كتيرة جدا. في الصلاة انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل حركات، صح؟ حتى في القرآن ربنا امرنا ان احنا نمشي في مناكب الارض، صح؟ في مناكبها. فاذا يعني مفيش حاجة بتيجي من فراغ يا جماعة. وزي ما قلت لك، المية اللي هي بتكون راكدة دي بتكون مش كويسة، بعكس المية التانية. فانت دايما اتحرك. الناس اللي قاعده على طول على الموبايل، قاعده قدام التلفزيون، انت مش مخلوق لكده يا حبيبي. الانسان القديم، رجل الكهف كان دايما متحرك، عشان كده كان عنده سعاده. عمرك شفت رجل الكهف كان مكتئب وعايز يروح لدكتور نفساني؟ او رجل كهف عنده امراض ومش عارف ايه؟ لا، كان عندهم صحه واقوياء. عشان كده الناس اللي تتحرك دايما حتى لما بتكبر في السن، بجد بتبقى شباب اكتر.
يعني شوف ربنا دايمًا بيدّيك إشارات، بيكبروا في السن بتلاقيهم شباب أكتر، تقول له ليه؟ يقول لك أنا باتحرك، باحب الحركة، باحب ألعب الرياضة. فأنت عايز تقلل هرمون الكورتيزول المسؤول عن الحزن والتوتر والخنقة وكل مشاعر سلبية وتزود هرمون السعادة، اتحرك واضحك كتير واخرج للحياة واعمل كل حاجة جميلة. الله! هو أنت لسه هنا ما عملتش اللايك؟ طب اعمل بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش حاجة مهمة جدًا، 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 النصيحة اللي نصحها لي صديقي مدرب كرة القدم، إن أنت على طول اتحرك هتلاقي هرمونات السعادة جميلة جدًا، نفسيتك هترتاح وتحس بالسعادة والروقان، وما دام أنت جيت هنا ده مش صدفة، لأ أنت جاي هنا إيه، عشان تبقى رايق دايمًا وتبقى مبسوط وتبقى كده من أسرتي. ما تنساش تعمل لايك والشير والسبسكرايب. باشكركم من قلبي، شكرًا، شكرًا، شكرًا على 53 مشترك، باحبكم جدًا واللي جاي إن شاء الله بإذن الله سعادة وروقان.